بالظبط نادي القوات المسلحة، التفاصيل كلها، الأسعار كلها، الشقق اللي هناك بكل حاجة. طبعا أنا صورت وروحت على البيت، فأنت هتسمع صوت فراخ كتير، أمي مربية فرختين مطلعين عينينا، فهتسمع صوت كوكو كوكو كل شوية. بس بصراحة صوتهم حلو، أنا بحبها بصراحة، بحب الصوت أوي. المهم صورت لك كل حاجة بالأسعار، برضو هنزل لك قائمة الأسعار بتاعتهم. حاجة جميلة بصراحة. وبرضو هظبط لك، برضو هدي لك برضو رقم التليفون، هحطه لك على الشاشة. أهم حاجة الاشتراك واللايك. يلا يا جماعة عشان ما اطولش عليكم. نادي القوات المسلحة. معلش يا جماعة، أنا زوري واجعني بس وداخل على دور برد، فتلاقي الصوت مش تمام. دي نادي القوات المسلحة، دي الشقة بتاعت النادي. ما شاء الله حاجة جميلة جدا وفخامة، والتلاجة نضيفة. تلاقي شقق التلاجة بتاعتها مش تمام، تعرف أصلا تحط حاجتك في التلاجة. بس ما شاء الله يعني دي الشقة بتاعت نادي القوات المسلحة. حاجة جميلة وفيها تكييف في الأوضة جوه، دي مروحة في الصالة. بصوا يا جماعة، حتى البلكونة تقعد كده تفطر كده في البلكونة كده قدام الريفيو اللي قدامك ده، حاجة جميلة جدا. العيال بقى تلعب قدام الشقة اللي انت قاعد فيها، وحاجة جميلة قوي يعني. كده انا داخل اهو على المطبخ. فيها مواعين وفيها كل حاجة. يعني انت مش هتيجي غير بس في شوية حاجات بسيطة كده. الكوبايات موجودة ان شاء الله كتير كمان، وفنجان وحاجات كده، ايه ما شاء الله حلوة يعني، اكنك في بيتك. واطباق كمان، وحوض ما شاء الله كويس، يعني حاجة فخامة يعني. وادي الحمام اهو. الشقة دي يا جماعة ب800 جنيه. متخيلين؟ الشقة هناك بتبتدي من 800 لحد 2000، لأن هي صفوف، في قدام البحر وفي بعيد عن البحر شوية، وفي يعني هو بحري وقبلي. البحري بسعر والقبلي بسعر، المكيف بسعر والمراوح بسعر. بس دي أوضة واحدة بس اللي فيها تكييف، الأوضة التانية بيبقى فيها مروحة. اهي حاجة جميلة بصراحة. الشقة دي ب800 جنيه. في شقة كلها تكييفات ب2000 جنيه، وقدام البحر برضو ب2000 جنيه. حاجة كده جميلة يعني. في واحد هيجي يقول لي طب انا من القاهرة احجز ازاي؟ اجي راس البر واحجز؟ طب انا ممكن ملاقيش مكان. طيب احجز ازاي او اعمل ايه؟ انا برضو عندي اولاد ومش هينفع شحطتهم في الاخر يقول لي كله كومبليت. في عندك في القاهرة في حدائق الزيتون مجمع الخدمي للفنادق والنوادي، دي اللي ماسكة النوادي كلها، زي البنك المركزي كده ماسك البنوك كلها. ده مجمع الخدمي الخاص بالفنادق اللي هي بتاعت القوات المسلحة، بتاعت الشرطة. دي هو بيحجز لك. فهو في حدائق الزيتون، هو بيحجز لك الميعاد والمكان وبيظبط لك الدنيا، وبتروح على طول على الحجز بتاعك. طيب انت في راس البر، بتروح لو في مكان بيحجز لك، مفيش مكان ما بيحجز لكش، يقول لك كله كومبليت. طيب انا مش عايز احجز فنادق، عايز اخش على الشط على طول. عندي شقة بره مثلا، او انا رايح على شقة بره وعايز اخش على الشط على طول. نظامها ايه؟ ان الفرد الواحد بدخول الفرد الواحد ب50 جنيه. دخول الفرد الواحد كده ب50 جنيه. بتاخد بقى شمسية وكراسي بقى زي الناس اللي داخلة دي، تاخد بقى شمسية وكراسي وبتظبط الدنيا. طبعا يعني ايه، القعدة جميلة جدا بصراحة. القعدة جميلة جدا، وفي بين البحر وبين الناس اللي قاعدة مسافة عشان خاطر الأولاد تعرف تلعب. يعني انت لو تلاحظ هنا في مسافة كبيرة بين البحر وبين الناس اللي قاعدة، غير الشواطئ اللي هي العادية اللي هي ببلاش. تلاقي كله كابس على بعض، تلاقي كله الدنيا يعني مش عارف تتحرك عشان توصل للبحر، انت بتعاني عشان توصل للبحر. اما هنا لا، هنا ما شاء الله البحر نضيف، المكان نضيف ما شاء الله عليه يعني.
البياعين هناك قليلة مش كتير، محدش هيرخم عليك وانت قاعد بتاكل مثلا كده مش عارف ايه، محدش هيرخم عليك. البحر زي ما انت شايف كده نضيف، حاجة جميلة، حاجة فخامة. الناس قليلة مش كتير زي البحر العادي، الشط العادي اللي ببلاش. في مسافة زي ما قلت لك بين البحر وبين الناس اللي قاعدة، الدخول الفرد الواحد ب50 جنيه. طبعا انت بتخش بقى بتاخد شمسية وكراسي بقى وبتاع وتظبط حالك بقى جوه. تمام. هنا بالليل للأسف مش نظام كافيهات، الكافيه بيبقى بره، يعني بيبقى في مكان كده بره، بيبقى الكافيهات بس قدام البحر للأسف مفيش كافيهات. هسيب لك برضو قائمة الأسعار بالتليفون بتاعهم، هسيب لك الأرقام بتاعتهم. هو رقم واحد وأحيانا ما بيردوش عليه، لو هم عندهم المكان مليان ما بيردوش على التليفون الأرضي للأسف. هسيب لك أرقام التليفونات بتاعتهم. هو رقم واحد أصلا اللي معايا، التاني ده ما يعني إيدك منه الأرض، يعني مش هيردوا عليه. هسيب لك رقم التليفون اللي ممكن يردوا عليه لو في مكان فاضي، ده مطعم النادي اهو. هسيب لك برضو قائمة الأسعار عشان خاطر تشوفها. زي ما انا قلت لك بيبتدي الشقق هناك بتبتدي من 800 لحد 2000، المكيف ب2000 قدام البحر، اللي مش مكيف ب800. هناك بصراحة الدنيا جميلة وحلوة. معلش طبعا انا اسف على صوت الفراخ اللي عمالة تكاكي دي. هنعمل ايه بقى، يعني مربي فرختين كده يعني ايه، مصدعيني، فالحمد لله. بس صوته من الصبح بيبقى حلو يعني. خلينا في موضوعنا. المكان ما شاء الله حلو، يعني العيال تلعب وتتبسط، وفي برضو باركن لو انت يعني مع ربنا كرمك بعربية، في باركن تركن فيه العربية. حاجة جميلة بصراحة، حاجة فخامة. وبرضو في مفاجأة تانية أنا محضرها لكم. مفاجأة إيه؟ طيب لو أنا رحت لقيت مفيش مكان كله كومبليت، أعمل إيه؟ فندق بسعر كويس برضو هقول لك عليه. فندق بسعر كويس هقول لك عليه. عندك فنادق كتير أعرفك عليها. بس تابعني بقى الحلقة الجاية عشان خاطر مطولش عليكم. تمام. يا ريت يا جماعة اللي يعجبوا الفيديو أهم حاجة اللايك، ولو مش مشترك في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس علشان يوصله كل جديد. وبرضه انا بتأسف للمرة التانية على صوت الكوكوكوكوكوكوكو اللي عمالة تكوكي من الصبح دي. بس انا برضه على قد ما قدرت عملت الفيديو ده عشان الناس اللي كانت مستنياه. استنوني في الحلقة الجاية بإذن الله، فندق هيعجبكم برضه.